السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا فيديو جديد على قناتي. اليوم نهار الثالث من رمضان الكريم. صحه رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كما تعرفوا رمضان قلت لكم ماهمش ياكلوا لي ماكله بزاف. هنا راني مطيبه الحريره لو 3 جور طيبت اليومين ثم يومين ان شاء الله ما نطيبش. هنا باغي ندير طاجين تاع الجلبان بالغولي تاع صدر الدجاج اللي هو بلون بولي. دونك هنا في الطاجين تاعي درت مغرف كبيره تاع السمن، شويه تاع الزيت، عندي طروفه تاع البقري تاع اللحم بقري، ما بغيتش نقلي غير هكا بالزيت، بغيت ندير باسكو باغي ندير كيما قلت لكم لو غولي بالدجاج. هنا عندي قد حبه كبيره تاع بصل راهي مطحونه، قليها مليح مع الطروفه تاع البقري. كما تقدروا ديروها بلا لحم باسكو باغي نديرو بعد في الاخر تاعنا الدجاج كيما قلت لكم غولي. وهنايا كانت عندي حبه طوماطيس غابي، قلي مليح داك البصل مع اللحم والطوماطيس غابي، خلوها تقلى مليح. غير برك راني نشارك معكم الشيرات شاني نطيب، ما كاع الناس هم يعرفوا يطيبوا، ما كاش اللي ما يعرفش يطيب في هذا الوقت، برك نشارك معكم شراني نطيب في هذه الايامات تاع رمضان. هنا درنا لي زيبيز، درت شويه تاع الحرور، شويه تاع الكركم، شويه تاع الزنجبيل وشويه تاع الملح، وراني دايره الماء تاعي راهو يطبخ. بلا ما ننساو العود تاع القرفه اللي يعطي البنه بنينه لهذاك المرقه تاع الجلبان تاعنا، ونزيد نقليهم على نار متوسطه. هنا نقلوهم حتى يتكرمل هذاك البصل. من جهه زدت واحد تقريبا مغرف كبيره ماشي معمره تاع طماطم تاع العلب، نقليها تاني مليح مع داك البصل ولا صوص هكا باش تروح لها كاع هذيك لاسيديتي اللي فيها. ومن بعد نمرقوا. هنا لازم يكون عندنا الماء حامي توجور. هنايا انا شوفوا في الجلبان وفي في الزيتون نبغي الزروديه، راح ندير حبه تاع زروديه ماشي بزاف، غير حبه صغيره كما راكم تشوفوا. طلما قلنا هذيك البنه تاع الحلاوه، اكيد اللي ما يبغيش يدير زروديه ما يديرش. والطياب كل واحد وكيفاش يطيب وكل وحده والبنه تاعها. هنايا الشيرات راح نمرق بالماء يكون طابخ. كما تعرفوا تاني الطاجين ينشف لنا المرقه مش كيما لا كوكوط، نزيدو شويه تاع الماء هكا باش يطيب لي هذاك اللحم تاع البقري. كما تعرفوا يجي شويه قاصح على تاع الخروف وعلى الدجاج. رايحه نغطي البلاع تاعي ونخليه على نار متوسطه حتى يطيب لي اللحم، ماشي حتى يطيب في نص الطياب يعني. من جهه اخرى نروح نوجد البوراك، نروح نقلي هذا. عندي هنايا رطل تاع فيون داشي، 2 حبات تاع بصل، راح ندير لي زيبيس اللي هما ملح، حرور، كركم، شويه قرفه، ورا درت هنايا الحرور، زنجبيل وشويه تاع القرفه وشويه تاع الملح. ندير شويه تاع الزيت ونديهم على نار متوسطه، نروح نقلي مليح هذاك البصل مع اللحم تاعنا. من جهه اخرى الطاجين تاع الجلبان المرق تاعي راه يطيب والحريره راه يطيب. والله ما يطيقوا ياكلوا الشيرات، خساره الماكله. داك الزيتون قعد لي حتى نهار الثالث ومازال راهو باقي. قال لي راجلي مكلاه تقيسيه خساره، راهو في الفريجيدار ما عليه والو، يقعد كيما راه، اللي بغى ياكل راهو كاين. مع كثرت درت كيلو تاع الزيتون النهار الاول سبوغ بقى لي بزاف. هنا الشيرات عندي نص صدر تاع الدجاج، وانا الدجاج له شراه لي راجلي، داك الدجاج اللي يجي صفر اللي هنا في اوروبا يعرفوه، قال لك ياكل المايس. هي نورمالمون البلون بولي يجي بيض، هذا شوفوا يجي صفر بصح نورمال نفس البنه، صوف الدجاج تاعنا قلت لكم كالي المايس. درت معاه قد 2 مغارف ولا 3 تاع البصل، سنه تاع توم، شويه تاع الملح، شويه تاع الحرور. المهم لي زيبيس اللي درناهم في المرقه تاع الجلبان رايحين نعاودو نديرهم هنايا، شويه تاع السكنجبير، شويه تاع الكركم، وشويه تاع القرفه، غير شويه برك تاع القرفه ما تقووش، يعني نفس العطور اللي درناهم في المرق. وهنا عندي لا شابلور، راح ندير ثاني 2 مغارف تاع لا شابلور. دروك راح نحضروا الغولي تاع البولي تاعنا. عندي حبه تاع بيض وزيت ثاني شويه تاع قزبر، عندي مجمد راح نفتح في هنايا فوق الدجاج تاعنا. ثاني هذا الغولي يجي بنين بزاف، جربوه الشيرات، بام يجي مع طاجين تاع الزيتون ولا يجي ثاني مع مرقه هكا بالدجاج والحمص. المهم خلطوا مليح هنايا كاع البيض مع البصل مع الثوم مع القزبر ولي زيبيس، تحصلوا على خليط يكون طري. رايحين نوجدوا من بعد الالومنيوم ولا هذاك الورق سيلوفان باش نشكلوا لي بوده تاعنا. انا هاد الكميه راح ندير لي 2 تاع لي بوده باسكو كميه كبيره، راح ندير قد ما يدخل لي البوده في الكسكاس، خاطر كون ديريه كبير بزاف ما يدخلكش، يعني ديري العبار تاع الكسكاس تاعك.
بعد ما نخلطها مليح راح نبريباريه ونيطاليه في ورق شفاف. فوالا دروك نروحو نبريبارو كيما قلت لكم، نديرو الومنيوم ونزيدو فوقه هذاك السيلوفان ولا الفيلم اليمونتير. من جهه اخرى نروح نحرك تاني هاد الفيونداشي تاع البوراك. فوالا جبت الالومنيوم ندير له هاد السيلوفان ونقسم الكميه تاعي على زوج وندير يديا في الماء باش نحاول كيفاش نسطح هذاك اللحم المفروم تاعنا ولا لو بلون بولي اشي دو بولي ولا بولي اشي. راني ندير يدي في الماء شيرات هكا باش ما يلصق لكمش، سوا ديري الزيت سوا ديري الماء كيما طلع لك. انا الماء راهو قدامي، راني ندير يدي في الغرفيه في الماء ونسطح العجينه تاعي. نديروها شويه رقيقه. بعدها حنجيب حبه تاع فرماج اللي هو فروماج بورسيون مثلثات. عندي زوج حبات برك يكفوني، كل حبه نقسمها بين زوج وندير حبه مراختها كيما توضح الصوره. وانتوما اي فرماج عندكم حتى داك فروماج كاري تاني يجي هنايا. فوالا تبداو تلفوا بالاستعانه تاع البلاستيك، تلفي وتضغطي هكا باش يتكون هذاك لو بودا حتى الاخر. تعاودي ترجعيه في الوسط، تحاول كيفاش تسقميه بيان. هذوك الاطراف تعاودي تدخليهم مليح، تعاودي تلفي له هذاك الفيلم اليمونتير وتزيري عليه منه من كيما الحبه تاع الحلوى. تبداي هنا تضغطي حتى يتكون لك، يولي يبان لك كيما السوسيس كاشير. تضغطي او ميم طون راكي تدوري راكي تلوي، تعاودي ترديه في الالومنيوم، تعاودي تزيري عليه بيان وتخليه بعد ديريه في الكسكاس يفور. نعاود نكرر العمليه كيما قلت لكم. عندي زوج تاع لي بودا، دونك البودا الزاوج ما رايحاش ندير له الحشوه تاع الفرماج باسكو كاين ناس عندنا ما ياكلوش الفرماج. فوالا راح ندير غير الدجاج وحده، سي بوغ سا درت وحده محشيه بالفرماج وحده لا. كاين اللي ما ياكلوش الفرماج، درت لهم هاد لو بودا بلا فرماج. المهم نروح نيطالي، ندير يدي توجور في الماء، نيطالوها بيان هكا، نديروها شويه رقيقه ما تقعدش خشينه عفوا. ودروك نبدا نلف فيها عادي جدا كما درنا الاولى. نكرر العمليه نفس الشيء اللي درته مع البودان الاول نديره مع الثاني. كما كنتم تشوفون نزير مليح بالبلاستيك ونلفه على شغل ندوره، ومن بعد نزيد نلفه في الالومنيوم. دروك نروح نجيب الكسكاس تاعي نحطهم، شوفوا جاو قد في الكسكاس. ندير الماء تاعي يغلي ونحط الكسكاس فوق النار، القدره فوق النار عفوا. هنا حليت على الحريره تاعي، لقيت اللحم تاعنا طاب، الخضره طابت. راني درت التشيشه بعد ما كنت منفختها واحد نص ساعه، شللتها بيان بالمحامي ونفختها في شويه تاع الماء. من جهه اخرى صاي اللحم تاعي تاع الطاجين راهو طاب. هنايا تاني لي بودا طابوا تفوروا مليح، يجي على ما طري الشيلات وبنين، ما يجيش ناشف الدجاج تاعكم هذاك الغولي. هنا كما شفتوا درت التشيشه تاعي تغلي، مره نحركها. بعد رايحه نطحن كل شيء، نقلع غير اللحم والعود تاع القرفه، نقلع الكرافس والقزبر ورايحه الميكسي كل شيء في رحبه. من جهه اخرى راني نغلي في الماسيدوان تاعي اللي هي الروز مع الزروديه والجلبان. وهنا راني ندير في العقده بعد ما طحنت الحريره، راني ندير في العقده تاعها اللي هي عندي عطور سبيسيال تاع حريره، وعندي الكرويه. كما تعرفوا الحريره تبغي بزاف كرويه. عندي زوج سنات صغار تحتهم ربيتهم في رحبه. هذوك لي بودان تاعي بعد ما بردوا شويه راني نحمر فيهم شويه تاع الدهان وتاع الزيت، نحمرهم بيان نعطيهم هذاك اللون الاحمر شباب. وهنايا نروحوا للماسيدوان تاعنا. هنا عندي الروز كما قلت لكم غليتها مع الزروديه والجلبان. عندي هنا حبه تاع سوريمي راح نقطعها كيما هكا دوائر، راح ندير واحد 7 حبات ولا 8. دوك الالوان كي يجوا هكا مخلطين في الماسيدوان تاعنا تجي شابه بزاف. والماسيدوان باش تجيك بنينه لازم تقوي لها المايونيز. المايونيز هي السر تاع البنه تاع الماسيدوان تاعك. راح ندير فيها الطون تاع الزيت به بالزيت تاعو، راح ندير فيها المايس وندير فيها هذا السوريمي وش ثاني يا ربي، الجلبه راه فيها والزروديه راهي فيها. هذه هي الماسيدوان تاعنا راهي مكموله. راح ندير شويه ملح شويه خل، والزيت اللي كان هنا في الطون درته كامل هكا، ما زدتش الزيت، شويه ملح شويه حرور وشويه تاع الخل. ونروحوا نزيدو تاني هنا المايونيز ونخلطوا كل شيء في رحبه.
هنا المايونيز تدير لك واحد 6 حبات قلت لكم 6 مغارف ولا 7 تاع مايونيز يكونوا كبار معمرين مليح. هنا راح نزيد المايس هكا داك اللون الاصفر تاني يجي شباب فيها. الالوان تاعها ديجا راهم يبانوا باهيين، زروديه اورانج، مايس اصفر، الجلبان الخضر. هنا نصيحه الشيرات البلاره تاعكم تاع المايونيز كي تكمل خرطوها بهذيك السباتول تاع السيليكون، والله ما تخلي لك والو كلشي تجبده، خير من المعروف تضل لي خرط وما تجبد لك والو. بالسباتول دخليها راح تجبد لك تجر لك على كل شيء. فوالا بعد ما خلطتها نخليها تبرد في الفريجيدير بعد نقدمها. للاسف درتها في واحد القالب تاع نجمه ودرت معاها هذوك المندرينات مي ما صورتكمش كل شيء. تما راني سربي ونعطيهم يدوا للصاله، راه عندنا ضياف يعني ضياف رجال ما نقدرش ندخل للصاله ونصور لكم. للاسف ما صورتلكمش البوراك، ما صورتلكمش الماسيدوان كيفاش زوقتها، مي مره اخرى ان شاء الله. هنا الحريره تاعنا راهي واجده، هذاك البرقوق كيما قلت لكم اشاك فوا